نقول عادي اخرنا كان الاتوبيس هيتكسر عليك وخلاص توب وخلاص، هو ده اللي متعودين عليه كل سنه وده اللي بيحصل. لكن ان هي توصل لناس تموت والكلام ده كله، حتى هم مستغربين يا كابتن. فضلنا نتكلم طبعا وهم بيقولوا ان هم في ناس منهم من الجماهير وفي ناس منهم من بره. يعني الكلام كان خدنا واتكلمنا في كل حاجه. فطبعا دي مأساة يا كابتن وعمرها ما هتتنسي طبعا. مأساة طبعا ومش يعني يا رب ما تتكررش تاني. ويا رب يعني اهم حاجه زي ما انت شايف الدنيا، بس إن انا شايف ان الموضوع خد اكتر من حجمه. ان في ناس بتتكلم مع بورسعيد وبورسعيد. طب ما بورسعيد ده انا عايز اسال سؤال، يعني الناس اللي ماتت دي لو اي حد غير ان هو مصري ما كانش هيتمسك اللي جابه، ولا كان هيمسكوا اي حد في بورسعيد يعني؟ في لو واحد في السويس في القاهره في طنطا، واحد امريكي اللي مات هنا ولا اتقتل هنا كانوا هيسكتوا؟ كانوا جابوه في 48 ساعه. لكن ده واحد 48 ثانيه، ده واحد مصري مات هنا ولغايه دلوقتي ما عملوش حاجه. طب انتوا هتجيبوا حق الناس دي امتى؟ انتوا انتوا بتفضلوا تماطلوا في حق مين المماطله دي كلها؟ احنا بنضحك على نفسنا. ما احنا لازم نجيب الناس دي يا جماعه وتتحاسب. ما هي لازم الناس دي تتجاب وتتحاسب. والناس اللي بتطلع تقول اللي هيقرب من بورسعيد واللي مش هيقرب من بورسعيد، ما دي ناس لازم تتحاسب، سواء بورسعيدي سواء بقى من السويس سواء من اي حته في مصر لازم يتحاسب. لو واحد من جمهور الاهلي عمل كده كان هيتحاسب، ولو واحد من جمهور الاهلي قتل اي حد هيتحاسب. احنا ما بنتكلمش دلوقتي احنا ولا مصر ولا زمالك ولا اسماعيلي، احنا بنتكلم في مصلحه عامه للبلد. فلازم حق الناس دي يجي، ولازم الناس اللي عماله تعمل فتنه بين المصريين وعايزين زي ما انت بتقول يا كابتن بيقسموا للبلد، ما ينفعش الكلام ده يحصل خالص. بورسعيد زي القاهره زي اسماعيليه زي اسكندريه كل واحد. لكن اللي بيخطئ لازم يتجاب ويتحاسب. دي ما فيهاش كلام. حسام، نفسيا تخطيته الازمه، يعني شايف ان الامور من الجانب النفسي، لانه عمرك ما هتنسى في ذاكرتك الحادث ده، هيفضل في عينيك طول عمرك.